لمدة 5 سنوات. لم يأكل سونغ يوشينغ ولم ينام ولم يستخدم حتى الحمام، كل ذلك من أجل هدف واحد: هزيمة. اللعبة تدعى مملكة الملوك الخالدة. قبل 5 سنوات اختفى شقيقه دون أي أثر بعد إنهاء اللعبة. مهما بحثت الأسرة لم يعثر عليه أبدا. فقط سونغ يون جين كان يؤمن بأن اللعبة مرتبطة بطريقة ما باختفاء شقيقه. لهذا السبب استمر في تحدي الزعيم النهائي في اللعبة، الملك الخالد. هذه المرة وصل أخيرا إلى المرحلة الثانية. بعد 5 ساعات مرهقة قطع رأس الملك الخالد. بحلول ذلك الوقت كان جسده منهكا تماما. بالكاد استطاع الإمساك بالتحكم، ولكن لدهشته لم يكن الزعيم ميتا بعد. رأس الزعيم المقطوع تجدد أمام عينيه. بدأ جسمه بالكامل في التحول إلى الظلام. ملوثا بهالة شريرة مع زئير مدوي، انطلق الملك الخالد مباشرة نحو سونغ ين تيشينغ، لكنه لم يرتعش ولا حتى قليلا. ذلك الشعور المفقود منذ زمن بعيد كانت الفرصة التي كان ينتظرها. إذا أطلق حركته النهائية الآن ستكون النصر له. رفع سيفه وشق الطريق للأمام بكل ما لديه. ومضات ساطعة من ضوء السيف تمزق الهواء، تمزق الزعيم إلى قطع بتقنيته المدمرة. في نفس اللحظة انفجر الشاشة بتعليقات بالرصاص من مشاهدين مذهولين يحدقون بعيون واسعة همس: لقد فعلتها، لقد انتصرت بالفعل. 5 سنوات و8 أشهر محبوسا في هذه الغرفة الصغيرة، لا وظيفة، لا أصدقاء، حتى والديه قد استسلموا له. لكنه تحمل كل ذلك، والآن قد أثبت لهم أنهم على خطأ، والآن كان على وشك كشف الحقيقة وراء هذه اللعبة. مهما كانت الأسرار التي تخفيها، فجأة اشتعلت النيران على شاشة الكمبيوتر. كبرت النيران ملتوية ومتذبذبة، ثم تحولت إلى وجه أخيه overwhelmed. أمسك سونغ يشينغ بالشاشة وصرخ: أخي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا الآن؟ قل لي أين أنت؟ سأذهب لأجدك. الرجل على الشاشة ابتسم بشكل غريب: هل تريد حقا رؤيتي؟ إن كمشت بأب أن سونغ ينتشينغ، أنت لست أخي، من أنت بحق الجحيم. في اللحظة التالية دوامة تدور في عين الرجل. دعني انضم إلى تجربة الملك الخالد. أصبح الملك الخالد واستراني مرة أخرى بمجرد أن تحدث قوة غير مرئية. جرفت سونغ ينتشينغ نحو الشاشة، صرخ بغضب: تجربتي؟ من أنت؟ أين أخي؟ أعيده إليه. لكن كان الأوان قد فات. تم سحب جسده إلى الشاشة. ابتلعه الشاشة تماما. عندما فتح سونغ يونتشينغ عينيه مرة أخرى، أدرك أنه أصبح قردا أبيض بشكل أدق، وحش منخفض المستوى من اللعبة، يعرف باسم قرد الخفاش. مسح محيطه، لا شك في ذلك. كان داخل مشهد من مملكة الملوك الخالدة، لكن لماذا كان هناك الكثير من خفافيش القرد مختبئين على طول جدران الجرف؟ والنقطة التي كان يقف فيها بدت مشبوهة مثل فخ. في تلك اللحظة جرت قشعريرة على عموده الفقري. شعر بوجود قاتل كان قادما من مدخل الكهف. بعد لحظات ظهر رجل ضخم يحمل سيفا عريضا في المشهد. حسنا، انظر إلى ذلك. قرد أبيض نادر، ها؟ ابتسم الرجل بشغف وبشكل غريزي. أطلق سونغ ينشينغ زئيرا غاضبا: هذا الرجل كان خطيرا. أشار الرجل البدين إلى سونغ يانغينغ وضحك: انظر إليه، إنه يزمجر نحوي. نوع من الجرأة. هل يمكنني العبث به قليلا؟ خرج رجل طويل ونحيف يحمل مضرب قرد. كانت نبرته متوترة ومجنونة: اقتلوه، أريد أن آكلها، ولم أجرب قردا أبيض من قبل. ثم دون تحضير عاد في اللحم القرد النازف والتراجع سونغ ينشينغ في راب. هذا المجنون كان يأكل لحم قردني، مما يعني أنه يخطط حقا لأكله بعد ذلك. جعلته الفكرة يتقيأ على الفور. في تلك اللحظة تردد صوت آخر من داخل الكهف، مزعج وحاد: أيها الحمقى، هذه فخ واضح. توقفوا عن إضاعة الوقت. أنه الأمر. أحتاج إلى الإبلاغ للقبطان. وأخذ الفضل مع اقتراب الصوت. رصد سونغ يانغ تشينغ أفصن عند أقدام الرجل، وكان بداخله قردان ذهبيان. ثم فهم الأمر. تذكروا هذه المشهد من اللعبة، حيث تعثر الصيادون عن غير قصد في عش قردة الخفاش واحتجزوا الأنثى الذهبية، وعادوا مع تعزيزات لمسح الكهف بالكامل دون تدخل اللاعب. كان مصير قردة الخفاش الموت كما هو متوقع.
جن جنو قردة الخفاش عند رؤية الأنثى الذهبية. انطلقوا إلى الأمام في هيستيريا عمياء. صاحت يانغ تشينغ بيئس: لا تذهب، أنت لست ندا لهم. لكن القرود لم تستمع. النتيجة مذبحة من جانب واحد. تناثرت الدماء عبر أرضية الكهف. سرعان ما تحول نظر الرجل البدين نحوه، تفادى سونغ يانغ تشينغ بشكل محموم. ضربة واحدة من تلك السيف الكبير وستتحول إلى لحم مفروم. نادى الرجل النحيف بلا صبر: هيه، توقف عن العبث، فقط أنهي الأمر بالفعل. لكن الرجل البدين ابتسم بشكل شرير: لا تتعجلني، بمجرد عودتنا إلى المعسكر لن يسمح لي القبطان باللعب هكذا مرة أخرى. انظر إلى هذا القرد الصغير، إنه مضحك. اللعنة لعن سونغ يشينغ، هذا الوغد يراني كأداة للعب، لكنني لن أموت بهذه السهولة. مد يده نحو عصا خشبية قريبة. إذا استطاع فقط قراءة تحركات الرجل البدين سيجد فرصته ويهزم هذا الوغد. فجأة ظهر الرجل البدين خلف سونغ يانغ تشينغ كالشبح، استجاب على نحو غريزي. دارت سونغ يانغ تشينغ وضربت عصاه على جمجمة الرجل. توقف الرجل البدين للحظة، ثم ابتسم ابتسامة خفيفة تكاد تكون مسلية. تجمد سونغ يانغ تشينغ. لم يؤثر ذلك الضرب على الإطلاق. في غمضة عين سونغ الرجل سيفه الضخم، مما أدى إلى طيران سونغ يانغ تشينغ. اصطدم بالجدار الحجري مع صوت سحق مؤلم. تمزق جرح عميق عبر صدره، لم يستطع التحرك. هل انكسرت عموده الفقري؟ بينما ضبابت رؤيته. ظهر الرجل بدين مرة أخرى، هذه المرة كطيف مشوش السرعة، وفي اللحظة التالية كل شيء أصبح أسود. كان ميتا. لم يعرف كم من الوقت قد مر، لكن فجأة انتفض سونغ يانغ تشينغ مستقيما. كانت أولى أفكاره: انتظر. شعري اختفى وراح يلمس رأسه بقلق. لا يزال هنا. أطلق زفرة عميقة. أوف، مجرد حلم أرعبني. لكن بعد ذلك لاحظ عدة أشخاص يجلسون بالقرب منه، مثله عبس جبينه. ليس حلما. إذن أين نحن بالضبط في الآخرة؟ هل هؤلاء الأشخاص لاعبين مستدعين أيضا؟ شيء ما في هذا المكان بدا غريبا. وفجأة خطرت له فكرة: انتظر، إذا كانوا جميعا لاعبين، أليس هذا يعني أن أخي قد يكون هنا أيضا؟ بسرعة مسح الحشد متفحصا كل وجه، لكن مهما بحث لم يكن أخوه موجودا. وفي تلك اللحظة ظهرت ظل خلفه، وصوت ساخر قال بتهكم: حقا لقد مت في المرحلة الأولى. وأكد شتيمته بركلة سريعة إلى جانب سونغ يشينغ. فتدحرج سونغ يشينغ إلى الحائط. قبل أن يتوقف أخيرا صرخ: ما المشكلة لديك؟ لماذا ركلتني؟ تقدم رجل مسن ذو وجه يشبه الجرد، وهو يبتسم بسخرية: أحذر من لسانك أيها الصبي، أنا مشرف هذه اللعبة. حياتك وموتك في يدي الآن. أظهر بعض الاحترام، فهمت؟ ذلك الصوت جعل قشعريرة تسري في عمود سونغ. لقد سمعه من قبل، كان نفس الصوت الذي انتحل شخصية أخيه. انفجر قائلا: لقد رأيت أخي، أليس كذلك؟ أخبرني أين هو. رد الرجل الجرذي ببساطة: هل تتذكر حتى لماذا أنت هنا؟ قلت لك لتصبح الملك الخالد وستلتقي بأخيك، لكنك قد مت بالفعل. وفقا للقواعد هذا يعني أنك فقدت حقك في الصعود. خفض سونغ يينغ تشينغ رأسه: إنه محق. كنت ضعيفا جدا. في اللحظة التي سفك فيها الدم غمرني الذعر والخوف. لم أتمكن من أن أصبح الملك الخالد، ولم أستطع إنقاذ أخي. اللعنة، لو كنت قد بقيت هادئا هناك. نظر الرجل ذو وجه الجرذ إليه ثم ابتسم: لحسن حظك أنا رحيم. هذه اللعبة لا تعطيك فرصة واحدة فقط. أشرقت عينا سونغ يين تشينغ مرة أخرى، عادت لمحة من الأمل. أشار الرجل الجرذي خلفه: انظر إلى هناك، ترى تلك المشاعل الثلاثة؟ كل واحدة تمثل حياة. لقد مت مرة واحدة، لذا تم إطفاء واحدة. بمجرد أن تنطفئ المشعلتان الأخريان تنتهي اللعبة، لا مزيد من الفرص. نظر سونغ يانغ تشينغ: وبالفعل لم يبق سوى مشعلتين مضاءتين، لذا لدي حياتان متبقيتان. سخر الرجل الجرذي: لا تشعر بالراحة، هذه التجربة وحشية. هذه هي السبب الوحيد الذي يسمح فيه الملك الخالد بثلاثة أرواح، لكن إذا انطفأت الثلاثة لهب ستصبح روحك ملكي.
وما ينتظرك بعد ذلك هو جحيم لا نهاية له من العذاب يبدو ممتعا. هل أنت خائف بعد؟ ابتسم سونغ يانغ تشينغ بهدوء. ليس على الإطلاق، جئت هنا لإعادة أخي حيا وسليما. كل شيء آخر سأتدبره عندما يأتي. تنهد الرجل الجرذي. هذا أكثر من جيد. فجأة رن جرس ناعم دينغ مما جذب انتباه الرجل الجرذي إلى الكرة المتوهجة العملاقة خلفه. بدأت إحدى النقاط في الوميض مرفعا يديه. صفق الرجل الجرذي بشدة ففتحت بوابة دوار من الضوء. بوابة الإحياء مفتوحة. سأعيدك إلى كهف الخفاش القرد. تذكر يا صبي، لقد كسبت هذه الفرصة بقتل ملك خالد متغير. لا تخذلني. بمجرد مغادرة الكلمات فم الرجل الجرذي شعاع من الضوء الذهبي أصاب سونغ يانغ تينغ، وفي لمح البصر تم نقله إلى كهف قرد الخفاش وهو يحدق في الجسم القرد المعروف همس. لقد نجح الأمر حقا. أنا أليفا مرة أخرى. عبس. لا فكرة لدي كم من الوقت قد مضى. هؤلاء الصيادون ربما أخذوا الأنثى الذهبية ويتجهون نحو المخرج. إذا عادوا مع تعزيزات هذا المكان قد انتهى. لا، يجب أن أوقفهم الآن بركلة قوية. انطلق إلى الأمام. يجري خارج الكهف كخط أبيض. حان وقت الجولة الثانية مع هؤلاء الصيادين اللعينين. هذه المرة سأستخدم قوة قرد الخفاش بشكل صحيح وأحبسهم هنا إلى الأبد. في الوقت نفسه أعمق داخل الكهف. كان الرجل السمين وطاقمه محاطين بالفعل. هذا يجب أن يكون من فعلك صحيح. ممسكا بالأنثى القردة الذهبية من شعرها، جراولد الرجل السمين أخبر أتباعك بفتح الطريق اللعين أو لن نكون لطيفين في المرة القادمة. التفت الرجل السمين إلى رفيقه النحيف وابتسم ابتسامة شريرة. ألم يقل القرويون إنك غير مسموح لك بالقرب من الأطفال بعد الآن؟ حسنا، محظوظ لك، اليوم هو يومك. الرجل النحيف عبس وجهه بابتسامة شريرة. قردة صغيرة أحبها. الأم القردة شعرت بالذعر على الفور. أنتم وحوش، ابتعدوا عنه. توقفوا، لا تؤذوه يا أوغاد يا متوحشين. القردة الصغيرة غير مدركة للخطر. نظرت إليه بفضول. انحنى الرجل النحيف وهمس. تعال تعال العب معي. ابتسم القرد الصغير براءة وسعادة، لكن في اللحظة التالية فتح الرجل فمه على مصراعيه مستهدفا لعض عين الأم امتلأت بالرعب. لا توقف. في تلك اللحظة وميض من الضوء الأبيض انطلق عبر مدخل الكهف. ظهر سونغ يانغ تشينغ في الوقت المناسب مختطفا القردة الصغيرة إلى بر الأمان. تجمد الرجل النحيف في صدمة ثم أمسك بفكه بألم. صرخ. فمي ممزق. اللعنة. لا أستطيع تناول اللحم بعد الآن. حدق الرجل السمين في سونغ نين تشينغ في حيرة. غريب، أليس قد قتلتك للتو؟ كيف يمكنك أن تكون على قيد الحياة مرة أخرى؟ في الواقع أعتقد أنني رأيت واحدا مثلك من قبل. قال إنه لاعب استدعاه الملك الخالد وتفاخر عليه، لذلك قمت بتقطيعه 3 مرات. أنت واحد آخر من هؤلاء؟ هز كتفيه. نعم، لا يهم إذا لم تكن خائفا من الموت. سأقتلك مرة أخرى. يتطلب الأمر مجهودا أكبر قليلا. هذا كل شيء. مع ذلك انطلق نحو سونغ يانغ تشينغ السيف في يده. كانت عيني سونغ يانغ تشينغ هادتين. متسلحا بسرعة قرد الخفاش. كان أسرع من الآخرين. ربما كان هذا هو السبب في أنه تم اختياره كطعم. إذا استطاع استغلال خفة حركة هذا الجسد بشكل صحيح يمكنه هزيمة هذا الجزار البشري بسرعة. انطلق خلف الرجل السمين ومزق مخالبه عبر ظهره، تاركا 3 جروح عميقة ملطخة بالدماء. لكن جلد الرجل السمين كان أقوى مما توقع. التفت وابتسم. أصبحت أذكى. أدركت أننا لسنا على نفس مستوى القوة، لذا فأنت تسعى لحرب استنزاف. أحب ذلك، يجعل الأمور أكثر متعة. مع ذلك انطلق مرة أخرى، السيف في اليد. حادت عين سونغ يانغ تشينغ. متعة، إذن دعنا نجعلها لا تنسى. دفع سرعته إلى أقصى حد وهو يلف حول الرجل البدين، تاركا آثار مخالبه على جسده. أخيرا اهتز الرجل البدين من الألم وتغير تعبيره إلى صراخ. رفع سيفه الكبير عاليا وأسقطه بقوة في ضربة عظيمة، لكن سونغ يانغ تشينغ تدحرج في الوقت المناسب.
متجنبا الضربة بصعوبة. بعد أن تراجع، أصبح سونغ يينغ تشينغ أكثر يقينا من أي وقت مضى. تماما كما ظن، كان حجم الرجل البدين يقيد سرعته بشدة. كانت هجماته بطيئة ومتهورة بالمقارنة مع الملك الخالد المتغير. لا، لم يكن هناك مقارنة. هذا الرجل لم يكن أكثر من مجرد جندي مبجل. كان الرجل البدين مضطربا بشكل ملحوظ الآن. اللعنة، أنت مثل نملة تعتلي جسدي وتعض، تطن، تجعلني مجنونا. هل هذا كل ما لديك؟ أقضي علي إن استطعت، لكن إذا قبضت عليك سأفصل رأسك وأرى كيف سترد عندها. عيون سونغ يينغ تشينغ تألقت ببرودة، في لمحة أصبح ضبابيا وانطلق كما تشاء. دار حول الرجل البدين في دوائر، يقطع بلا توقف. كان الأمر وكأن الرجل قد دخل إلى خلاط حي. قطع بعد قطع تمزق فيه. بعد لحظات أطلق الرجل البدين أنينا مؤلما وانهار بثقل على الأرض. سخر أحد الصيادين الأقصر: ما بك؟ لقد دمرنا ربنا الكبير، لا يستطيع حتى هزيمة قرد يتنفس بصعوبة. رد الرجل البدين بغضب: اسكت، هل تريد أن تشاهدني أموت؟ تعال هنا وساعدني بالفعل. ضحك الصياد القصير ووضع يديه على العصا العظمي المربوطة على ظهره. حسنا حسنا، سأساعدك. ثم مع دوران سريع قذف العصا العظمية في الهواء. تفادى سونغ يينغ تشينغ بسهولة، متجنبا إياها دون جهد. لكن في عيني الرجل البدين المرعوب كانت السلاح يطير نحوه مباشرة. صوت كسر مقزز، واندفعت العصا لتحطيم جمجته إلى هريسة. ضحك الرجل القصير بفرح: عذرا، لم أقصد أن أصيبك في الرأس. ثم التفت مع ابتسامة: حسنا، زعيم العصابة ميت، لا يوجد سبب للاستمرار في القتال، أليس كذلك؟ يمكنك أن تأخذ أنثى ذهبية. ماذا تقول؟ دعنا نذهب بسلام. أجاب سونغ يينغ تشينغ بهدوء: يبدو جيدا، يوفر علينا جميعا الكثير من المتاعب، لكن لدي طلب صغير. مشى نحو السيف الكبير الساقط ورفعه. عدت إلى اللعبة. هذا هو تخصصي، الشفرات الثقيلة. لا شيء فاخر، مجرد قوة عمياء. ضربة تلو الأخرى حتى يسقط الزعيم. لكن هذه ليست لعبة، شعور القتال الحقيقي. من المؤكد أنه سيكون مختلفا، لذا سأكون ممتنا إذا كان بإمكانكما مساعدتي في اختباره. دون انتظار رد، انطلق للأمام بوضوح في مزاج غير مقيد. تبادل الصيادان، نظرات، ثم هاجموا نحوه. حسنا، إذا هيا هاجم المتعجرف أولا. متهورا بفمه المفتوح على مصراعيه، تفادى سونغ يينغ تشينغ وطعن الشفرة مباشرة في صدره بضربة واحدة نظيفة. الوحش مات. سوان الصياد القصير عصاه نحو سونغ يينغ تشينغ بكل قوته، لكن مع تلاشي الدخان كان سونغ يينغ تشينغ قد اختفى. همست صوت من خلفه: تبحث عني؟ حسنا، ها أنا هنا، حان وقت وداع. الرجل ارتبك وتلعثم: انتظر، لا تتسرع. ماذا عن صفقة إذا تركتني؟ لي غير مهتم. قاطعه سونغ يينغ تشينغ ببرودة: يمكنك البقاء هنا إلى الأبد. بحركة سريعة قطع حلق الرجل بلا تردد. جميع الصيادين الثلاثة ماتوا في تلك اللحظة. ظهر المدير ذو الوجه الجرذي وهو يصفق ببطء: طفل مثير للإعجاب، لقد اجتزت الاختبار الأول بالفعل. الملك الخالد اختار جيدا، لم تتردد، سريع وبدون رحمة. بالضبط ما هو مطلوب. معظم اللاعبين ينهارون في أول مرة هنا، بعضهم لا يستطيع حتى التحرك فضلا عن القتل، لكنك بارد كالجليد. تقريبا كأن هذه ليست أول عملية قتل لك. ضحك سونغ ييشينغ: أليس ذلك جزءا من القواعد؟ قال سونغ ييشينغ ببرودة: إذا سألتني. الشخص المسؤول حقا عن موتهم هو من بدأ هذا الاختبار، شخص مثلك. تجمد الرجل ذو الوجه الجرذي لثانية، فجأة شعر بشيء مختلف. هل تغيرت شخصية هذا الطفل؟ في اللحظة التالية اندفع سونغ يوتشين نحوه. أنت التالي. لم يستطع الرجل الجرد أن يتفاعل في الوقت المناسب. شفرات سونغ يينغ قطعت بطنه مباشرة، مقسوما إلى نصفين. جسمه تدحرج في الهواء مثل دمية ممزقة متحطما إلى قطع. انفجر سونغ ييشينغ في ضحك مجنون. الملك الخالد، هل تراقب؟ خادمك المزعوم تمزق على يدي. يا لها من مزحة في الاختبار. لماذا لا تخرج وتقاتلني بنفسك؟ سأقطعك.
ثم سأكون الملك الخالد. يبدو ذلك عادلا. لكن بعد ذلك تحرك الجزء العلوي المشوه من الرجل الجرذ ورن صوته ببرودة وسخرية: أيها الصغير الجاهل، لست مجرد تابع للملك الخالد، وأنا بعيد كل البعد عن شخص ضعيف. لقد أصبحت متكبرا الآن. دعني أريك كيف تبدو القوة الحقيقية. فجأة ظهرت زوائد حمراء مشوهة من لحم عند خصر الرجل الجرذ وذراعه اليمنى، ونمت يده اليمنى بشكل ضخم مشوهة ونابضة بالقوة. مع زئير رفع تلك اليد الوحشية وأسقطها على سونغ ييشينغ. في تلك اللحظة بدا سونغ ييشينغ تماما مثل ملك القرود، مثبتا تحت وزن جبلي هائل ذو 5 أصابع. بعد توقف سحب الرجل الجرذ قوته وسخر: أشعر بالتواضع. لقد تعاملت مع العديد من اللاعبين المتكبرين مثلك من قبل، لكنك أنت الأول الذي يضربني فعلا. اعتبر ذلك مجاملة فقط، لا تدعها ترفع من رأسك. وهو يضغط على أسنانه: swear silently سونغ ييشينغ. اللعنة أيها الجرذ، أنتظر يوما ما سأعيد لك هذه الصفعة مع فوائد. فجأة كل شيء أصبح مظلما، وعندما فتح عينيه مرة أخرى كان قد تم تحميله في جسد جديد تماما. نظر سونغ ييشينغ حوله إلى الأشخاص غير المألوفين المحيطين به، ثم نظروا لأسفل إلى نفسه. يبدو أنه أصبح صيادا الآن. فجأة عبر التل البعيد بدأ شخص ما يلوح بإعلام إشارة بشكل هستيري. صرخ رجل ذو أسنان بارزة قريبا: قائد، هناك شيء ما. تشير إشارات العلم إلى اللعنة ذئاب. إنهم ذئاب سمك الصخور العميقة. ظل القائد هادئا وصاح: أراها، لا ترتبك. جميع الوحدات، تشكيل المعركة الآن. ذئاب سمك الصخور العميقة قادمة. مجموعات من 3 اشتبك فور رؤيتهم. غطوا بعضكم البعض في جميع الأوقات. فريق المنجنيق، انتظروا حتى يصبحوا ضمن 100 متر. ثم أطلقوا النار دون تردد. بعد لحظات رأى الجميع تلك الذئاب ذات الزعانف الشبيهة بالسمكة تندفع عبر السهول المغبرة. الدم يلطخ جلودها الغريبة المقواة. انطلق القائد أولا وهو يصرخ: 3 ذئاب سمكية فقط، الجميع معي. انطلق فريق الصيد بالكامل خلفه. بعد لحظات اصطدم الصيادون مع ذئاب السمك الصخرية في اشتباك عنيف، بينما كان القائد يحمل سلاحين ويثبت مكانه أمام هجوم الذئب السمكي الرائد العنيف. لكن الصيادين الآخرين لم يكونوا بنفس المهارة. تم دفع العديد منهم جانبا كدما. انطلق أحد الذئاب واندفع مباشرة نحو طاقم القتال في الخلف، والوحيد الذي كان يقف في طريقه هو سونغ ينتشينغ، أحدث عضو في الفريق. صدى صوت أخيه في ذهنه: لا تتسرع في الهجوم على عدو أقوى. تحرك مع إيقاعهم. ابحث عن نقطة الضعف، هكذا تضرب في المكان الذي يؤلم. قفز سونغ يانشينغ في الهواء متجنبا هجوم الذئب السمكي القاتل بصعوبة، وعندما هبط أمسك برمحه بقوة ثم دفعه مباشرة في جمجمة المخلوق. صدم الصيادون القريبون: يا إلهي، ذلك المبتدئ قد أصاب الهدف، أصاب الشريان مباشرة. هذا جنون. لكن بدلا من السقوط جنون الذئب السمكي، كان الرمح صغيرا جدا، أشبه بعصا أسنان منه سلاح. ضد وحش مثل هذا بالكاد أحدث أي ضرر. حاول سونغ يينغتشينغ سحب الرمح ليضرب مرة أخرى، لكن الرأس كانت عالقة محشورة في العظم. بدأ الآخرون في الذعر. الذئاب جنونها ساعدوه الآن. في تلك اللحظة ظهر شكل على المسرح، تدور في الهواء بدوران أنيق، ثم أسقط سلاحه بقوة مصوبا مباشرة نحو جمجمة الذئب السمكي. وعند هبوطه طار رأس الوحش بعيدا وسقط على الأرض مع رشقة من الدم. انفجر الصيادون بالهتافات: قائد، كان ذلك جنونيا، أنت وحش. في هذه الأثناء هبط سونغ نينجين على الأرض بصوت قوي متعبا، ينظر إلى الجثة بلا رأس. تمتم في إعجاب: لقد قطع رأسه بضربة واحدة. كان ذلك غير واقعي. اقترب القائد منه وربت عليه وقال: أنت تعرف كيف تتعامل مع الفوضى. لحسن الحظ الأمور صارت بشكل جيد هذه المرة. في المرة القادمة التي تواجه فيها شيئا مثل ذلك، تجنب أولا، حافظ على حياتك. ذئب أو 2 سأكون بجانبك، فهم؟ ثم توجه القائد إلى بقية الفريق وأعلن: استمعوا،
من الآن فصاعدا شينغي هو جزء رسمي من فريق الحرس واحد. لا مزيد من التنمر عليه، فهمت؟ ربة شاب ذو علامة ولادة دائرية على كتف سونغ نين تشينغ. ليس سيئا يا فتى في أول يوم لك، وقد حصلت بالفعل على احترام القائد، مثير للإعجاب. وجه الفريق انتباهه إلى ذئاب السمك الميتة. صرخ القائد بالأوامر: نصفكم يبقى في المراقبة، والنصف الآخر ينظف ساحة المعركة. لقد تأخر الوقت، سنعود قريبا. بينما كان ينظر إلى الذئب الميت، فكر سونغ شينغ في نفسه: البقاء للأقوى، هكذا هو عالم الملك الخالد، يجب أن أعتاد على ذلك. بينما بدأ الفريق في نقل الجثث إلى القرية، أثارت ذكريات اللعبة في ذهني. هذا المكان هو جرف الصخور المكسورة. أذكر أنني قاتلت هنا ضد ذئاب السمك أكثر من 20 مرة. التصميم محروق في ذهني. إذا لم أكن مخطئا، هناك معركة كبيرة قادمة قريبا، وبدون مساعدة اللاعبين فإن الصيادين محكوم عليهم بالخسارة، تماما كما في كهف بات مونكي. هل أنا حقا على وشك مواجهة فخ موت آخر؟ بعد فترة قصيرة عادت المجموعة إلى القرية. عمت الهتافات عند البوابات. عاد الفريق الأول. افتحوا البوابات، أسرعوا أيها القرويون، صغارا وكبارا. هرع الرجال والنساء لاستقبالهم بارتياح وفرح. كانت هذه هي المرة الأولى لسانغ يينغ تشينغ. رؤية الكثير من الشخصيات غير القابلة للعب على قيد الحياة، شعرت بشيء غريب، وكأنني التقيت أخيرا بأصدقاء قدامى من الإنترنت في الحياة الواقعية. غير واقعي، ومع ذلك مؤثر. رأى الكابتن يقترب امرأة وفتاة صغيرة. شياورو، تعالي واحتضني يا أبي. ابتسم الكابتن مع فتح ذراعيه وهو يشاهد المشهد. شعر سونغ يانغ تشينغ بألم في صدره. كل شيء هادئ جدا الآن، ولكن إذا اتبعت اللعبة قصتها الأصلية فإن هذه القرية محكوم عليها بالمجزرة. في تلك اللحظة ظهر الأخ ذو الأسنان المنكسرة خلفه يتنهد بحسرة. الكابتن لديه زوجة جميلة وابنة رائعة. أتمنى لو كان لدي حياة كهذه. رد زونغ يينغ تشينغ بشكل غير رسمي: نعم، عائلة صحية وسعيدة. هذا كل ما يمكن أن يطلبه أي شخص. لكن الأخ ذو الأسنان المنكسرة عبس فجأة: ما بك يا رجل؟ ألا لديك زوجة أيضا؟ تجمد سونغ يينغ تشينغ مشيرا إلى نفسه: انتظر، ماذا قلت؟ لدي زوجة. رفع الأخ ذو الأسنان المنكسرة حاجبه متفاجئا. ما خطب هذا الرجل؟ هل ضرب رأسه بشدة لدرجة أنه نسي زوجته؟ أم أن هذه مجرد طريقته الغريبة في التفاخر؟ بعد قليل قادوا الأخ ذو الأسنان المنكسرة إلى منزل صغير. حسنا، ها هي، لقد وجدت مكانك. سنذهب الآن. ها؟ ألا تدخل معي؟ سأل سونغ يانغ تشينغ قليلا في حالة من الذعر. لا، يجب أن أذهب لأرى ميمي لاحقا. ومع ذلك انطلق دون اهتمام. بينما كان يقف عند الباب، تردد سونغ يينغ تشينغ: في حياته السابقة لم يكن جيدا مع النساء، باستثناء العائلة. بالكاد تحدث إلى أي واحدة. انتظر، كلمة زوجة تعني أننا ننام في نفس السرير، أليس كذلك؟ مما يعني أنني لم أعد عذراء. كادت هذه الفكرة أن تجعله يسقط على الفور. في تلك اللحظة انفتح الباب. لماذا كنت تائها عند الباب؟ أدخل بالفعل. خدش سونغ يينغ تشينغ رأسه غير متأكد مما يجب أن يقوله. عبست المرأة قليلا: استديري وتحدثي إلي بشكل صحيح. عندما استدار وأخيرا نظر إليها، تحول وجهه على الفور إلى الأحمر. كانت مذهلة، أجمل بكثير مما تخيل. أنت في المنزل الآن، لا تقف هناك. ادخل قبل أن يبدأ أحدهم في القلق. دخل وجلس بقلق على حافة السرير. عندما فجأة مدت يدا نحوهم: توقف، قالت الصوت بينما لمست يده خده برفق، ثم أنزلت يدها إلى عضلات بطنه وأخيرا نقرت على فخذه. عندها صاحت امرأة مسنة وابتسم: جيد جيد حفيدي، رائع. أول قتال مع ذئب السمك، وليس لدي خدش واحد. اتضح أن نظر الجدة لم يعد كما كان. لهذا السبب استخدمت اللمس لتتحقق مما إذا كان مصابا. ليس بعد فترة طويلة تم إحضار خنزير صغير مشوي بالكامل إلى الطاولة. تم تحضيره خصيصا للاحتفال بيومه الأول كعضو في الحرس. تماما.
عندما كان على وشك التقاط عيدان الطعام صافحت زوجته حلقها بسعال مزدوج حاد. على الفور قام نين تشينغ بتعديل وضعه ليكون صارما. ظن أنه رأى زوجته تقدم اللقمة الأولى من لحم الخنزير إلى الجدة. وهكذا جلست الثلاثة وبدأوا وجبتهم العائلية الهادئة. ذكروا ذلك بكيف كانت عائلته في السابق. كانت الأجواء هادئة والجميع يتجمعون حول الطاولة، لكن منذ اختفاء شقيقه حلت مكان تلك الدفء صرخات اللوم والاستياء. الضغط خنق كل شيء ببطء، حتى شعرت عائلتهم بالبرودة والانكسار. أصبح والديه بعيدين، واحتجز نفسه في غرفته. كم مضى من الوقت منذ أن تناول وجبة مناسبة كهذه؟ تسرب شعور من القشعريرة في عمود سونغ منشنغ الفقري بينما كانت الأفكار تزن على كاهله. فجأة وضع وعاءه وعيدان الطعام وقال همسا: أحتاج للخروج. ثم انطلق خارج الباب دون أن يقول كلمة أخرى. نظرت الجدة بقلق. لماذا غادر بهذه السرعة؟ زوجته طمأنتها بلطف. ربما تذكر شيئا عاجلا مع فرقة الحرس. لا تقلقي، سيعود قريبا. كان صوتها هادئا، لكن نظرتها كانت غريبة واثقة، لكن الحقيقة كانت بسيطة. حتى يجد شقيقة لا يمكنه الجلوس والاستمتاع بوجبة هادئة. كان يبحث في المنطقة بحثا عن مخرج. البقاء هنا يعني الانتظار للموت. كان عليه أن يصبح أقوى بسرعة، وفي النهاية وجد جزءا من سياج القرية واستعد لتسلقه. تبا إنه مرتفع، يبدو أطول بكثير مما كان يبدو خلال النهار. على الأقل 3 أو 4 طوابق. ماذا سأفعل بمجرد أن أخرج؟ أبحث عن معلم، أذهب بمفردي. لا يمكنني أن أظل هنا آملا في معجزة مثل بطل قصة خيالية. أي شيء أفضل من الانتظار للموت تماما. عندما بدأ سونغ شينغ في تسلق السياج نادى صوت خلفه: مرحبا يا أخي الصغير، قد ترغب في التفكير مرتين. هذه الجبال مليئة بالوحوش والشياطين. في الليل إذا خرجت هناك ستكون وجبتهم الخفيفة في منتصف الليل، عظام وكل شيء. التفت سونغ شينغ بحدة، محدقا في مصدر الصوت المختبئ على تلك الصخرة في منتصف الليل. من أنت بحق الجحيم؟ ضحك الرجل ببساطة. تسأل من أكون؟ ثم دون تحذير قفز عن عمود الحجر. ولد يتعدى على هذه القرية، يجرؤ على طلب اسم شخص أولا. لقد كنت أنتظرك أيها اللاعب. تماما عندما اقترب من الأرض توقف فجأة في الهواء معلقا، جسده يتوهج بالنيران الزرقاء. اتسعت عيون سونغ ينشينغ. تلك الحركة، خطوة السماء، إنه ممارس دون تردد، استدار للفرار. هذا الرجل خطير، يجب أن أخرج الآن. لكن الرجل كان أسرع، قاطعا طريقه مبتسما. لا تكن هكذا، لقد قلنا للتو مرحبا. على الأقل ابقى وتحدث قليلا. دون أن يقول كلمة أطلق سونغ يشينغ ضربة كف مباشرة نحو الرجل. ها لديك مزاج حار، ضحك الرجل، لكن ليس بهذه الطريقة ترمي ضربة كف صحيحة. كان الأمر أشبه بهذا، حيث وجه ضربة عابرة إلى بطن سونغ يكسينغ وأرسلته القوة إلى الوراء وهو في الهواء. عندما اصطدم بالأرض تذمر مستحيل. لم تكن تلك ضربة كف، كانت تلك حركة جودو مذهلة. عذرا، لم أقصد أن أضرب بهذه القوة. هل أنت بخير؟ سونغ يكسينغ عبس. أجل، صحيح. كأن ذلك لم يكن متعمدا. لا زلت أشعر بطعم اللحم الخنزير المشوي يعود إلى حلقي. ابتسم الرجل بلطف. استرخ، أنا رئيس القرية. أنا هنا لإرشاد لاعبين مثلك. هدك سونغ يكسينغ في ديسبليف. انتظر، هو رئيس القرية؟ بجدية. جلس الاثنان وبدأ في الدردشة. سأل سونغ يكسينغ بصدق: لقد رعبتني في وقت سابق، ظننت أنك لاعب آخر. كيف عرفت أنني كنت واحدا؟ ضحك الرجل. يظهر اللاعبون في قريتنا كل بضع سنوات. عندما سمعت أنك قضيت على ذئب السمك اليوم كان لدي شعور كان شينغ الأصلي مجرد مبتدئ. مستحيل، لم يكن بإمكانه التعامل مع ذلك كمحترف. هذا منطقي، لكنك لا تشبه على الإطلاق رئيس القرية الذي أتذكره. أليس من المفترض أن يكون رئيس قرية الصخور الحمراء رجلا مسنًا بشوارب سمك السلور؟ النسخة من عالم الملوك الخالدين التي لعبتها. والنسخة التي نعيش فيها ليست هي نفسها. لعبتك تظهر لقطة قديمة من هذا العالم، لكننا استمررنا في التطور.
بالنسبة لرئيس قريتك ذو الشوارب حسناً، كان ذلك رئيس القرية الثالث. كان ذلك منذ أكثر من 120 عاماً. انفتح فم سونغ ييكسينغ 120 عاماً مضت. إذن سنة واحدة في عالمي تعادل 20 عاماً هنا، وهذا يعني أنه مضى وقت طويل في البحث عن أثر أخي. سيكون من المستحيل تقريباً. ضحك الرجل: لقد سألتني كل الأسئلة والآن حان دوري. كم عدد المناطق الميتة التي مررت بها حتى الآن؟ لا تعرف المناطق الميتة. تلك سيناريوهات الحياة أو الموت. كم عدد المناطق التي نجوت منها؟ فكر سونغ ييكسينغ للحظة ثم رفع إصبعين بهدوء. استقام سونغ نين تشينغ: هذه هي تجربتي الثانية في المنطقة الميتة، لا أزال لا أفهم تماما. كيف تعمل اختبار الملك الخالد؟ من فضلك هل يمكنك شرحه لي؟ أعطى الرجل ابتسامة جدية مزيفة. لا داعي لأن تكون رسميا جدا. سأخبرك بكل ما أعرفه، فهذا جزء من عملي بعد كل شيء. ببساطة، اختبار الملك الخالد هو سلسلة من السيناريوهات التي تتطلب قفز الأجساد، تدخل في جسد شخص آخر وتعيش خلال أزمة حياة أو موت يواجهها. إذا نجوت من المنطقة الميتة تصبح روحك أقوى اعتمادا على مدى أدائك. قد تكسب أيضا مهارات سحرية أو آثار قوية أو أسلحة. كل تجربة تصبح أصعب وأصعب تدفعك نحو النقطة حيث تصبح قويا بما يكفي لتنافس الملك الخالد نفسه. لكن إذا فشلت، إذا مت أو علقت داخل تجربة لفترة طويلة، حسنا أعتقد أنك تعرف بالفعل ما يحدث. هذا كل ما يمكنني مشاركته. هل لديك أي تخمينات حول أين تقع منطقتك الميتة الحالية؟ جالت أفكار سونغ يينغ تشينغ: إذا كان هذا العالم يتبع حبكة اللعبة، أعتقد أنني أعلم إنه ملك الذئاب البيضاء وفقا لخط القصة في اللعبة. يجب أن تمحى قرية الصخور الحمراء بواسطة سرب من ذئاب السمك، لكن بتدخل لاعب. ستنخفض نسبة نجاحهم بشكل كبير إذا حدثت منطقة موت حقيقية. المحفز الوحيد الممكن سيكون وصول ملك الذئاب البيضاء. تعكر تعبير زعيم القرية: تبدو شاحبا. هل ستكون منطقة الموت هذه سيئة إلى هذا الحد؟ ترددت سونغ يينغشين وسألت زعيم القرية: هل نحن اللاعبون نجلب الكارثة لعالمكم؟ إذا هذا ما كان يدور في ذهنك. ربما يجب أن تفكر في الأمر بشكل مختلف. إذا كانت الكارثة حتمية، إذا ربما وصولك هو فرصتنا للبقاء. لقد أقسمت أمام أجدادي أنني سأحمي هذه القرية وكل من فيها. بغض النظر عن أي شيء، استمع إلي أيها اللاعب، أنت جزء من الحرس الآن. بغض النظر عن نوع منطقة الموت التي ستواجهنا، ستواجهها معي. نحن نحمي هذه القرية معا. هل فهمت؟ نظرت سونغ يانغ زين إليه، قلبها متأثر. يذكرني بأخي. بالطبع. ابتسم. لدينا ظهر بعضنا البعض، أليس كذلك؟ كما يجب أن يكون. فجأة تسرب العرق البارد من زعيم القرية التسعة عين سونغ يانغ تشينغ. ما الأمر؟ صرخ الرجل: غطي أذنيك الآن، إنه قادم. لكن كان قد فات الأوان. صرخ مؤلم مزق الهواء، حاد لدرجة أنه جعل سونغ يانغ تشينغ ينزف من أذنه. مع تلاشي الصوت الحاد تنفست سونغ يانغ تشينغ بصعوبة. أذنه لا تزال تدق. ما الذي كان ذلك؟ كان ذلك الصراخ مرعبا. إنه طائر الموت. أوضح زعيم القرية: يوجد واحد مختوم عند المنحدرات الغربية. وجوده يمنع الوحوش الليلية من الجنون في الليل. على أي حال، لقد تأخر الوقت. يجب أن أعود إلى المنزل. يجب عليك أيضا التدريب يبدأ مبكرا غدا. بلينكت سونغ يينغ تشينغ: هذا كل شيء؟ لا زلت لدي الكثير من الأسئلة. ضحك الزعيم وهو يلوح وداعا: لأن زوجتي غدا صراخها أكثر رعبا من طيور الموت. لن أبقى هنا لأتعرض للشواء لاحقا. ترك وحده في الليل الهادئ. تأمل سونغ يانغ تشينغ في كلمات الزعيم: إذا يجب أن أعيش في مناطق الموت لأصبح أقوى. هذا أكثر كثافة بكثير من لعبة ملك الذئاب البيضاء. لن أموت بسبب كلب ضخم. فقط انتظر، سترى. لكن ما لم يكن يعرفه هو أن زعيم القرية لم يذهب إلى المنزل، بل ظهر بصمت عند مدخل منزل سونغ يانغ تشينغ. جاءت صوت امرأة من الداخل: هل انتهيت من اختباره؟ نعم سيدي، أجاب الزعيم باحترام. كل الإشارات تشير إلى مبتدئ ساذج. إنه لا يعرف شيئا عن الوضع الحقيقي ولم تستيقظ قواه حتى الآن. إنه لا يشكل أي تهديد لك.
أرى إذا قد قمت بعمل جيد، إنه واجبي، قال الزعيم بانحناءة قبل أن يختفي في الظلام. في ومض من الضوء الأزرق مبتدئ، إذا لا حاجة لقتله الآن. بعد 7 أيام كانت سونغ يانغ تشينغ قد اعتادت بالفعل على الحياة في قرية الصخور الحمراء وعلى العيش في جسد مضيفها. شينغي في صباح أحد الأيام استيقظ على صوت تحطم مدوي تلاه بسرعة صوت صراخ غاضب من المنزل المجاور. شينغ شانتيان: لقد تسللت مرة أخرى، أليس كذلك؟ دائما تعود في ساعات غير مقدسة. اليوم أقسم أنني سأقتله، أقسم أنني بريء. حبيبي، بريء تماما، بريء. أنت تفوح برائحة العطر أيها الضفدع الكاذب. رئيس القرية أدار رأسه قليلا ومن تعبير وجهه كان يعرف بالفعل أن مصيره محتم. وبالفعل في اللحظة التالية أرسل طائرا بواسطة لكمة واحدة من زوجته. بينما كان يشاهد من نافذته شعر سونغ ينغ تشينغ بارك بارد يتسبب عليه. اللهنا رئيس القرية لم يكن يمزح، زوجته حقا أخطر من طائر الموت. في تلك اللحظة طرقت زوجته على الباب برفق لإيقاظه. مقارنة مع الرعب في الجوار، شعر سونغ يانغ تشينغ أنه محظوظ تماما. اليوم دور فريقك لحراسة القرية، قالت بلطف. يجب أن تتوجه إلى الجبال مبكرا. كان لدى قرية روك الأحمر فريقين من الحراس يتناوبون كل 10 أيام. كان فريق يقوم بدورية بينما يبقى الآخر لحماية القرية خلال فترة واجبه. أخذ أعضاء الفريق يتناوبون على الحراسة وخضعوا لتدريبات صارمة يوميا. 10 أميال من الركض في الجبال، 100 ضغط مع أوزان، وساعتين من تدريبات القيادة، ثم ننهي بمباريات تدريبية بين أعضاء الفريق. اليوم تم إقران سونغ يانغ تشينغ مع امرأة طويلة وعضلية. ابتسمت له قائلة: أول مرة نتدرب معا، أليس كذلك؟ لا تذهب بسهولة علي فقط لأنني امرأة. هيا. سونغ يانغ تشينغ ضيق عينيه. كان هناك شيء مألوف بشكل غريب في وجهها. عندما تعرف عليها أخيرا تحول تعبيره إلى ذعر كامل. أليس هذه زوجة رئيس القرية؟ التفت إلى القائد بذهول. هل فعلا قمت بإقراني مع زوجة الرئيس؟ هل تحاول أن تقتلني؟ القائد نظر بعيدا محاولا أن يبدو عاديا. لماذا تصرخ؟ هي الوحيدة الأنثوية في الفريق. أنا أقدم لك خدمة. مبتدئ، لا تكن ناكرا للجميل. دون كلمة أخرى. ابتسم القائد ووقف يده. مباراة التدريب تبدأ. في الثانية التالية أطلقت زوجة رئيس القرية مجموعة من اللكمات مثل عاصفة هائجة. كانت قبضتها تتحرك بسرعة لدرجة أن سونغ يانغ تشينغ بالكاد استطاع أن يميز أي واحدة منها حقيقية. بينما كان يتجنب بشراسة بدأ يدرك شيئا ما. على الرغم من وحشيتها كانت حركاتها لا تزال محكومة بحدود حجمها والقوة البدنية. لم تكن سريعة حقا، كان بإمكانه مواكبتها، لكن تماما عندما ظن أنه بدأ يتفوق فجأة قامت بتأرجح ذراعها مثل كرة هدم. اللعنة لم يستطع التهرب في الوقت المناسب وضرب في صدره طائرا في الهواء مثل دمية ممزقة. رشد باقي الفريق في حالة من الذعر للتحقق منه. تلك اللكمة حقا أصابت. هل تعتقد أنه ميت؟ تمتم شخص ما. خدش القائد رأسه ببراءة. كنت أظن أن هذا الفتى كان مميزا. لم أستطع حتى التهرب من ذلك. يبدو أنه سيتغيب عن العمل لبضعة أيام. في هذه الأثناء كان سونغ يانغ تشينغ مستلقيا على الأرض، وجهه متورم ومصاب يئن من الألم. يا إلهي، ذلك يؤلم مثل الجحيم. كانت زوجة رئيس القرية تراقب بينما كان سونغ يانغ تشينغ سلولي يعود إلى قدميه. حسنا، ليس سيئا. مبتدئ، لا زلت واقفا. لم تكسر شيئا، أليس كذلك؟ هاها، طفل قوي. هل تريد أن تستمر؟ بالطبع، لكن أولا أجبني شيئا. كم عدد ذئاب فونغ العميقة يمكنك التعامل معها بمفردك؟ رغم ارتباكها من السؤال المفاجئ أجابت بصدق: لا أحد هنا سوى القائد. لا أحد سيجرؤ على مواجهتهم وحده. عند سماع هذه الأغنية غاص يشينغ في التفكير.
حتى هي لا تستطيع مواجهة سوى واحد، وسأواجه ملك الذئاب البيضاء قريبا. بهذه الوتيرة سأكون محكوما علي، يجب أن أدفع جسدي إلى أقصى حد الآن. بعد أن اتخذ قراره بدأ في التمدد والإحماء. بعد أن هزمت زوجة الرئيس سأواجه القائد. كلماته صدمت الزوجة والقائد. لم يتوقعوا أن تكون طموحاته بهذه الارتفاع. كان أعضاء الفريق الآخرون مذهولين تماما. غايتي ثرابت تفاجأ. هل سمعت ذلك بشكل صحيح؟ يريد أن يتصارع مع القائد. هذا المبتدئ مجنون. هيا إذا كنت تملك الجرأة لنرى ذلك. في هذه الأثناء عاد فريق صيد آخر من القرية، وأمر الرجل ذو اللحية رجاله بنقل الفريسة إلى المستودع، ثم سمح للبعض بالذهاب إلى تل التدريب حيث كانت مجموعة سونغ يينغ دشينغ تتصارع. وما إن وصلوا رأوا زوجة رئيس القرية تدفع للخلف عدة خطوات. المشهد صدمه. لم يتوقع أن تكون في وضع الدفاع. غاضبة قفزت للأمام وأطلقت ركلة عنيفة نحو سونغ يينغ دشينغ. أيها الفتى غير الشهم. لكن بدلا من الذعر رمى سونغ يينغ دشينغ حفنة من الرمل مباشرة نحو وجهها وانفجرت في غضب. كيف تجرؤ على استخدام الرمل بهذه الطريقة؟ ما هذه الحيلة القذرة؟ لقد فعلت الأمر الآن، سأعلمك درسا. قبل أن تنهي صراخها ضربها دفعة أخرى من الرمل في وجهها وهي تلاحقه بينما تتعرض للضرب بالرمل. لم يستطع بعض أعضاء الفريق سوى الضحك، وسأل أحدهم: يا قائد، هل لا يزال هذا يعتبر تدريبا؟ فقط هز القائد كتفيه. لم يعلمه أحد قواعد التدريب، إنه يتصرف بغريزة خالصة. هكذا تسير المعارك الحقيقية. الوحوش في الخارج لا تلعب بشكل عادل، إنه يريد الفوز. لكن الحيل مثل هذه مجرد تكتيكات تأخير أمام قوة ساحقة لن تصمد طويلا. لكن سونغ يينغ دشينغ كان لديه استراتيجيته الخاصة. استمر في تفادي هجمات زوج رئيس القرية بينما كان يتمنوفر ليصل خلفها، وأقفل حركة قتال مع لفة مفاجئة. أسقطها على الأرض. مستخدما كل أوقية من قوته أمسك ذراعها اليمنى في قبضة استسلام محكمة. صرخت زوجة رئيس القرية من الألم: توقف، توقف، ستنكسر، أستسلم. رفع القائد صوته. الجولة الأولى فوزها لشينغي. مبتسما التفت سونغ يينغ دشينغ إلى القائد وقال: لقد انتصرت. فقط سخر القائد: حيلة رخيصة، لو كانت قد بذلت قصارى جهدها من البداية كنت ستقعين بالفعل. إذا لنستمر حتى لا أكون أنا من يسقط بعد الآن. توقف القائد ثم ابتسم. هذا الفتى عنيد جدا تماما مثلي عندما كنت أصغر سنا. في تلك اللحظة اقترب الرجل ذو اللحية وقال: جريء بما يكفي للرد ها؟ هذا الشاب الجديد لديك ليس عاديا شينغ مينغ. إنه حتى يريد أن يتصارع معك. يبدو أنك قد كبرت حقا. المبتدئون يجرؤون على تحديك الآن. شينغ مينغ استدار بوضوح وهو غاضب: سأدبر مجنديني بنفسي. اهتم بشؤونك اللعينة. ضحك الرجل ذو اللحية بصوت مرتفع. انظر إليك الآن. أين ذهب كل ذلك الحماس من الأيام الماضية؟ ماذا حدث؟ أصبحت ضعيفا؟ سمعت أنك تتفلت من قبضة ذئب سمك في اليوم الآخر. أليس هو المبتدئ الذي أنقذك؟ لقد أسقطت 8 ذئاب سمك في هذه المطاردة. احسبها مثمانية. كيف يبدو هذا بالنسبة للقدرة؟ بينما كان يتفاخر فجأة ضربته حفنة من الرمل على مؤخرة رأسه. غاضبا استدار ليرى من تجرأ على فعل ذلك، ليجد وجهه مغطى بالرمل مرة أخرى. هل تلقيت الرمل علي؟ ما مشكلتك اللعينة أيها الأحمق؟ رغم أنه كان محاصرا من قبل رجال الرجل ذو اللحية، إلا أن سونغ نيشين ابتسم وسخر: يبدو أنك أفضل من قائدنا. ماذا عن أن تتبارز معي بدلا من ذلك؟ سنبت الرجل ذو اللحية: شينغ مينغ، هل هذه هي الطريقة التي تؤدب بها مجنديك؟ بلا آداب على الإطلاق. سخر شينغ مينغ: هذا المبتدئ لديه بعض الحماس. ماذا عن مساعدتي في تأديبه قليلا؟ شينغ يون رفع حاجبه: تحاول إجباري على تدريب جنودك ها؟ لن أقبل ذلك. لكن قبل أن يتمكن من الرد ضربت حفنة من الرمل في مؤخرة رأسه وتشنج وجهه من الغضب. وفي لمح البصر أخرج السيف من جانبه. عيناه مشتعلة.
أنت اللعينة، أنت من تطلب ذلك. بما أنك تريد المبارزة، لا تبكي عندما أذهب بكل قوتي. وجه شينغ مينغ أصبح قاتما. اللعنة، هذا الأحمق جاد. إنه حقا يتجه نحو القتل. مع زؤير، انطلق شينغ ين نحو سونغ يينغ تشينغ، السيف مرفوعا عاليا. هيا يا ولد، دعنا نرى إن كنت تستطيع مواجهة ضربة هذا الرجل العجوز. بينما انطلق شينغ ين للأمام، فجأة رفع سونغ يانغ تشينغ يده صائحا: انتظروا لحظة. أشار إليه شينغ يون وانفجر ضاحكا. ما المشكلة؟ هل أنت خائف الآن مثل قائدك؟ لا شيء سوى جبان بلا عمود فقري. انضمت الفرقة الثانية إلى السخرية. يسخرون. انظر إلى ذلك. الفرقة الأولى مليئة بالدجاج. أحمر وجه شينغ مينغ خجلا. اللعنة، هل سيتراجع هذا الأحمق حقا ويتركني أنظف الفوضى؟ محرج. ولكن سونغ يانغ تشيانغ أمسك بهدوء معصم شانغيان وابتسم: اهدأ أيها النائب، لا داعي للعجلة. 47 استدار إلى الحشد وصاح: سيف عريض. هل يمكن لأحد أن يقرضني سيفا كبيرا بدل الحشد بازلد سيف عريض؟ ماذا يحتاج لذلك؟ أليس هو عادة يستخدم رمحا؟ في تلك اللحظة طار سيف كبير في الهواء وهبط عند قدميه. كان من الكابتن شينغمان. خذ سيفي فقط، لا تخجلني بشدة. لدي سمعة يجب أن أحافظ عليها. التقط سونغ يانغ تشينغ السيف وفحصه. سامتان، رفع شينغ مينغ حاجبه. ماذا؟ ليس جيدا بما يكفي لك. تنهد سونغ يانغ تشينغ: كابتن، هذا السيف صغير جدا وقصير جدا. طلبت سيفا كبيرا، سيف عريض حقيقي. تبادل أسنان الأرنب والشعر المجعد. نظرة، صغير جدا، ليس طويلا بما فيه الكفاية. حتى الفرقة الثانية ضحكت. هاها، كيف يعرف أن قائد الفرقة الأولى ليس طويلا بما فيه الكفاية؟ فجأة سحب أحد الزملاء سيفا ضخما من خلف ظهره. هذا هو أكبر سيف في القرية كلها، طوله 5 أقدام ووزنه 80 رطلا. من الأفضل أن تتمسك جيدا. في اللحظة التي أمسك فيها سونغ يانغ تشينغ بالسيف، سقط ذراعه تحت الوزن. نعم، ثقيل للغاية. انفجر الرجل الملتحي بالضحك ساخرا من شينغ مينغ. هيا، لا يستطيع حتى رفع السيف. أوقف ذلك بالفعل. رد شينغ مينغ: لم يضرب حتى. احتفظ بكلامك الفارغ. وهو يكافح لتثبيت السيف. أخيرا وجد سونغ يانغ تشينغ توازنه، رغم أن الرجل الذي اقترض منه السيف كان يندم بالفعل. لماذا أشعر فجأة أن إقراضه هذا السيف كان خطأ كبيرا؟ صرخ أحدهم: انظر، إنه يتخذ وضعية قتالية. أوه لا، لا أستطيع أن أرى هذا. ما هذا الوضع الغريب؟ لديه السيف على ظهره كأنه شخصية أنمي. هل هذه حتى حركة حقيقية؟ لكن عيني شينغ مينغ اتسعت. انتظر، هذه وضعية السيف الخلفي. في هذه الأثناء وقف سونغ يينغ تشينغ شامخا، عينيه تتألقان: أنا جاهز، تعال إلي قائد الفريق الثاني. حتى الرجل الملتحي تردد مذهولا من هذه الوضعية الغريبة. إنه فعلا يسمح لي بالهجوم أولا. هل هذا الصبي يستهزئ بي؟ أنت تتجاوز الحدود يا براد. مع زؤير، اندفع الرجل للأمام، السيف مرفوع عاليا. لكن في اللحظة التالية أمسك سونغ يينغ تشينغ بمقبض السيف بإحكام ودار مثل عجلة ملتهبة من النار والفولاذ. تم صد هجوم الرجل الملتحي على الفور، حيث ارتد سيفه عن القوة الدوارة. تحرك سونغ ييشينغ بسرعة. لم يستطع الرجل حتى الاقتراب عندما شاوتد قائد الفريق الثاني: هي الفريق الأول، ما هذه التكتيك السلحفاة الدوارة؟ هذا غش بحت. رابط توث وسيركل برو أمالوا وركهم بسخرية. وماذا عن ذلك؟ ماذا ستفعل بشأنه؟ انظر، شينغي لا يزال يسيطر على المعركة. في كل مرة يلمس فيها سيف قائد الفريق الثاني، ذلك السيف الضخم يدفع بعيدا. فرق الوزن جنوني. انحنى سيركل برو وسخر: قائدك لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه. طعنة. رد الآخر: إنه فقط يستغل تلك السلاح الضخم، يستمر في الدوران هكذا. من المؤكد أنه سيتدزي قريبا، ثم سيتولى قائدنا الأمر في تلك اللحظة. حتى قائد الملتحي أدرك. سرعته تتباطأ. هل نفدوا منه البخار أخيرا؟ لكن فجأة وام، سونغ يينغ تشينغ السيف الضخم نحوه. رغم أن الرجل الملتحي تفادى في الوقت المناسب، تم قطع جزء من شعره نظيفا.
صرخ أحد رجال الفريق الثاني: أليس قد كافح من أجل رفع ذلك السيف؟ كيف بحق الجحيم استطاع أن يلوح به بهذه السرعة؟ هل كان يتظاهر طوال هذا الوقت؟ هذا غير نزيه تماما. حسنا، معظم الناس لم يلاحظوا ضيق قائد شينغ عينيه. تلك الحركة إنها تقنية ركلة السيف. لم يعتمد على القوة الغاشمة، بل استخدم كعبه لزيادة سرعة السيف بالضبط عندما لوحه. من أين تعلم أشياء مثل هذه؟ بمجرد أن تكيف سونغ يشينغ مع وزن السيف، بدأ ببطء في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. يدفع الرجل الملتحي للخلف خطوة بخطوة. اللعنة، هذا السيف سريع وثقيل جدا. لا أستطيع صد هذا الشيء على الإطلاق. والأسوأ من ذلك أنه لم يرفع السيف عن الأرض أبدا. كل ضربة مدعومة بالزخم والدقة. بالنسبة للمبتدئ، خرج للتو من التدريب لتحقيق هذا. هل هو حتى إنسان؟ في اللحظة التالية هاجم سونغ يشينغ. تردد سيف الرجل الملتحي من يده، وتفاجأ الرجل وهو ينظر إلى كفه الفارغة. لقد نزع سلاحه. هذه غريزة القتال لدى هذا الفتى. إنه جنون، إنه مقاتل بالفطرة. وهو يخلع سترته. زأر: حسنا يا صبي، لقد أسأت تقديرك، لكنني الآن انتهيت من اللعب. مع صوت معدني حاد، انطلقت شفرة مخفية من تحت ساعده الأيمن. صرخ أحد أعضاء الفريق الثاني: ها هي السلاح الحقيقي للقائد، شفرات كوعه المزدوجة. هيا يا قائد، أظهر لهم قوتك الحقيقية. عند رؤية هذا، عبس شينغ مينغ وقال: إنها مجرد مباراة تدريبية. أليس هذا جادا بعض الشيء؟ سخر الرجل الملتحي: سهل عليك أن تقول ذلك؟ ماذا عن كرامتي؟ ارتعد يا صبي. تظلمت ملامح سونغ ينشينغ. كان يشعر بالتغير. لقد تغيرت هالة الرجل بالكامل. ضغط خانق هبط عليه. كان يشعر وكأنه يواجه كوبرا عملاقة واحدة جاهزة للانقضاض وابتلاعه بالكامل.